هي بداية أحداث الشوط الثاني. نص ملعب الأهلي هو اللي موجود فيها، اللي موجودة في الكورنر. هدف لأحمد جعفر، يتقدم لصاحب الرداء الأبيض أحمد جعفر. كرة مباغتة مفاجئة من البداية مع الدقيقة الأولى، يكشر عن أنيابه، يقول صمت عن التهديف لكي أفطر في مباراة الكلاسيكو، لكي أفطر في مباراة الكلاسيكو في مرمى أحمد عادل عبد المنعم مع الأحضان. يسيبها لحسين ياسر، هيعلق حسين يلعبها. ادي الجمل بقى بتاعت الجوهر اللي قلنا عليها، ادي المحاولة وادي العرضية واحمد جعفر سوبرمان الكرة الزملكاوية. يا سلام يا سلام، العرضية عالمية، الجملة 100 والهدف يفرح الزملكاوية. هدف من جملة أحمد شريف يلعب العرضية لكوليبالي، مش متابعة لكن هو والهدف الأول للنادي المصري. وسط غفلة دفاعية وكأن دفاع بطرول عصير بيقول له خلص أنت يا خليفة، احرز الهدف أنت يا الأرض. أصحاب الأرض والجمهور النادي المصري هذه العادة وتمام. غفلة دفاعية تم الرقابة على خليفة بالقدم اليسرى، عملها جميلة تطلق للمرة اليسرى. يا سلام على التمريرة جميلة، وصل للأصفر في كمالة، ينطلق الأرض ومحاولة أمامية الشمال في كمالة والعرضية خطيرة والهدف الأول. يا سلام على هذا الكلام أيها الأبيض. القلعة البيضاء، الحصان الأبيض نادي الزمالك يتقدم على النصف في أول دقائق اللقاء، لكن نقول إيه؟ هذا الرجل اللي على الشاشة هو سبب هذه الهجمة وسبب هذا الهدف الكبير أحمد حسام جميل حقيقي. يا سلام يا ميدو طرف العين على طول على طريق الختام، على طريق الإسراء، يلعب العرضية جميلة. لكن يا سلام لا ننكر دور أحمد جعفر بيفوتها ببراعة الحازم إمام. القادمون من الخلف الغير مرحب. ينطلق أحمد حسام ميدو على حدود ال 18. أحمد حسام وتصويبه والهدف الثاني، الهدف الثاني لنادي الزمالك. وكأنه اليوم ينقضي الخميس 14 ينوب عن صانع الألعاب السابق الكبير حازم إمام. أحمد حسام ميدو يقوم بدور صانع الفرحة النهارده. يا سلام يا جعفر بيعدي بمهارة انفراد أحمد جعفر والهدف الثاني، الهدف الثاني لنادي الزمالك. يا سلام يا سلام يا سلام. القميص الأبيض اليوم يتلألأ في استاد القاهرة، اللون الأبيض اليوم يتجمل في استاد القاهرة. الزمالك اليوم وهذا الجمهور يسعد اليوم في استاد القاهرة، يستحق هذا الجمهور كل التحية. صبر كتير واليوم يفرح واليوم يسعد. اليوم تاريخ عظيم ويوم رائع للزمالك، قد يعيد الزمالك بالفعل إلى صابت حمجان.